بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله المرسلين. مرحبا بكم، إن شاء الله راكم بخير وعافية. هذا مقطع هدية لكم بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم. أنا فرحان بزاف كي جا رمضان، يبقى ساعات ودقائق برك تفصلنا على هذا الشهر الكريم. ربي إن شاء الله يجعله شهر مغفرة، وربي إن شاء الله يطهرنا من الذنوب، وربي إن شاء الله ينزل علينا رحمته. حبيت نقول انه هذا الشهر يا جماعة راهو شهر تاع طاعات وشهر تاع حرب في الطاعات، وراهي معركة كبيرة مع الطاعات. لازمكم تطيعوا الله عز وجل على قد ما تقدروا، لأنه فيه ملايين من الحسنات، وفيه الأجر ما ليس في الشهور الأخرى، ما ليس في رجب، وما لا نجده في شوال، وما لا نجده في الأشهر الأخرى المتبقية. فهذا الشهر فيه ملايير من الحسنات. اقتنصوا الفرصة واغتنموها، لأنها فرصة لا تعوض. شكون عارف انه راح يزيد يعيش لرمضان القادم، ولله عتقاء من النار في هذا الشهر، في شهر الفرقان وفي شهر القرآن. 4 خطوات، دائما نمشي نمد بالأربعة، دائما نكترش عليكم بزاف. الخطوة الأولى: شهر رمضان الذي أنزل فيه الفرقان وأنزل فيه القرآن. هذا الشهر هو شهر قرآن، كما كان الإمام مالك، يعني كان في المدينة المنورة يدرس بالموطأ تاعو. موطأ الإمام مالك مشهور، اللي ما يعرفوش هو كتاب كان يجمع فيه الإمام مالك الأحاديث، ويجمع فيه يعني أمور كثيرة جدا، ويدرس في المدينة المنورة. كان كي يوصل شهر رمضان في أواخر شعبان يمشي يدير يقفل الموطأ تاعو ويقول له راهو خلصت حسابك انت، ولا خلصت دارسك كما نقولها احنا بالعامية. وكان يجتهد في القرآن الكريم وفي قراءة القرآن. أجعل لك كل يوم ورد كحد يعني أدنى، على الأقل ختمة في شهر رمضان. أنا شخصيا بإذن الله إذا وفقني ربي كحد أدنى 4 ختمات كل أسبوع نختم كتاب الله عز وجل. ومع التراويح راح يكون عندك أجر يعني مضاعف. ف4 ختمات راح تكون يعني مليحة كحد متوسط ولا كحد أدنى. وإن شاء الله إذا قدرنا ربي نزيد ونختم أكثر، لما لا 7 أو لما لا 10 ختمات. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يختموا القرآن الكريم في ركعتين، 30 حزب في ركعة و30 حزب في ركعة. قولوا لي وين هما وين رانا حنايا. معليش إن شاء الله ربي يقدرنا وربي يقوينا. الخطوة الثانية: النوم. جماعة النوم أخوتي وجربناها، والله غير جربناها في الأعوام السابقة. الحمد لله العام اللي فات ما صارت الناس كما العوام اللي فاتوا، بصح السنة إن شاء الله عادنا أنفسنا أنه نبروغراميو أو نبرمجوا الساعة البيولوجية اللي هي الهورلوج بيولوجيك تاع الإنسان. يعني نريقليو النوم تاعنا، نعودوا نقدروا نوضوا في الوقت المناسب. وننصحكم انكم كما المرة اللي فاتت هضرنا في المقطع تاع النجاح في شهر رمضان، لازم تهز ورقة وستيلو. درك يخلص المقطع، لكن ما خديتش الراي في المقطع اللي فات، هز ورقة وستيلو وبرمج على قداه النوض، قداه صفحة تاع قرآن نقرأ، وعلى قداه نقرأ، قداه برنامج ديني راح نتفرج، قداه مسلسل فكاهي راح نتفرج، قداه بهكا تلقى روحك مضبوط، ما تخلطش عليك الموازين. قلنا النوم لازم ما تبقدوش بزاف، لأنه هذا الشهر شهر طاعات وما نفوتوش فيه الفرصة. أما الشيء الثالث اللي هو اللي هو التحلية والتخلية، هي مصطلحات أهل القلوب العارفة بالله عز وجل. أنك أول شيء التخلية اللي هو أنك تخلي القلب تاعك مما لا يرتبط بالله عز وجل. أي شيء ما يرتبطش بالله عز وجل أنك تفرغه من القلب تاعك، بغض، حقد، كره، يعني معادي إنسان، هذا الشيء كله لازم تفرغه. هذه مصطلحات شرعية. أما المصطلح الآخر اللي هو التحلية أن تحلي لسانك بذكر الله عز وجل. كانوا على بالكم الصحابة يذكرون الله عز وجل بالآلاف. انت جرب انك تذكر الله عز وجل لو 500 مرة فقط بعد كل صلاة، انك تذكر الله عز وجل 100 كما هو معهود. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 99 مرة، وزيد في صلاة أخرى. حاول أنك 500 مرة فقط أنك تذكر الله عز وجل، ولكن قدرت أكثر اذكر الله عز وجل أكثر. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي وسلموا عليه تسليما، أكثروا من الثناء على النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخطوة الرابعة اللي هي أعمال الخيرية. يا جماعة أعمال الخيرية، حاول أنك تفطر صايم، راك تدي الأجر تاع الصوم تاعو. قالوا بعض العلماء أنك لما تفطر واحد صام من الصبح إلى المغرب راح تدي معاه الأجر تاع الصيام تاعو. حاولوا أنكم تكثروا من الأعمال الخيرية ومن الصدقات في هذا الشهر الكريم. ربي إن شاء الله يوفقكم. وكما قال بعض العلماء أن شهر رمضان هو ربيع الإيمان، كما
ربيع العمر هو الشباب، وربيع السنة ما بين الشتاء والصيف. فربيع الإيمان هو شهر رمضان، هو شهر التجديد، هو شهر الطاعة، هو شهر الاجتهاد. فهذه فرصة عظيمة بزاف، نتمنى أنكم ما تضيعوهاش. فاللي ما كانش يصلي إن شاء الله يحاول أنه يعاود يولي يصلي. فالبنت اللي ما هيش محجبة والأخت اللي ما هيش متحجبة، حاولي أنك تجاهدي نفسك وفاجئينا سيدي وبعتي لنا في الصفحة تاعنا، ولا سيدي ما تبعتيش على روحك. انويها بركة سيدي وادعي لنا معاك، وادعي الكل اللي دايرين بيك، وفاجئي العائلة تاعك وإن شاء الله ربي يوفقك. أما الغيبة وإنما كما قلنا التخلية أنك تخلي مما لا يرتبط بالله عز وجل، أنك تخلي القلب تاعك من الأمراض هذيك اللي راح تضرك في هذا الشهر. فنتمنى ان شاء الله ربي يوفقنا وربي يوفقكم. جماعة الفيسبوك ما تكثروش بزاف من الكونيكسيون، ديروا على الاقل كما قلت لكم في بستيلو ورقه، ديروا على الاقل ساعه او ساعه ونصف فقط. انا واحد من الناس راح نحط الفيديو اللي قلنا عليه تاع خواطر شبابيه، كل حلقه ان شاء الله راح نديروا 8 حلقات، ماناش راح نديروا 15، نحطوا كل اسبوع حلقتين. ربي ان شاء الله يوفقنا، دعينا معاكم. قلنا الفيسبوك ما تكثروش بزاف، ما تكثروش بزاف من السهرة تاني، وما تكثروش بزاف جماعة الكارطة اللي جان اللي يلعبوا الكارطة ولا الديمين ولا يلعبوا. كاين جماعة التليفونات تاني في الليل، نقصوا شوية وإن شاء الله ربي يوفقنا في هذا الشهر. راهو اجتهاد، راهو مزرعة الآخرة. بارك الله فيكم اللي سمعتونا. هذا مقطع هدية لكم، ومقطع بسيط يعني بدون تحضير راني درته، يعني استثنائي لكم. ربي إن شاء الله يبلغنا شهر رمضان. ما بقاش بزاف على صلاة التراويح، راح نبداوها. راني فرحان بزاف قلت لكم راني فرحان في الأول اليوم، وسيرتو درك راني فرحان لأني رايح نصلي التراويح. ربي يوفقنا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.